بأول رد فعل على الأزمة التي اندلعت منذ 22 من شهر فبراير الماضي، خرج الجيش الجزائري اليوم الثلاثاء عن صمته في الاحتجاجات الغارمة في البلاد ضد تقدم عبد العزيز بوتفليقة للترشح للولاية الخامسة للانتخابات الرئاسية. ونقل تلفزيون النهار الجزائري ظهر اليوم الثلاثاء تصريحا لرئيس أركان الجيش الجزائري قال فيه إن الجيش سيضمن الأمن ولن يسمح بعودة البلاد إلى حقبة سفك الدماء. وتأتي تصريحات الأخيرة بعد تلويح عدد من قيادات البلاد بالتدخل لوقف الاحتجاجات التي تدخل أسبوعها الثاني، موجهين أوصاف قطعية للمحتجين الغاضبين. وفيما قدم بوتفليقة مساء أمس اليوم الأحد ترشحه بشكل رسمي لسباق الرئاسية الجزائرية، أجاجت الخطوة غضب الشارع، وخرج المئات في المظاهرات الليلية تنظر بتأجج لموجة الغضب في البلاد.